أول سؤال كده عايزة أبدأ من البدايات خالص. حضرتك اتولدت في محافظة الشرقية، بالظبط. قررتوا بعد كده تنتقلوا إلى القاهرة. بالظبط. كنت ساعتها سنك صغير جدا وده كان بعد وفاة الوالد. بالظبط. التعلق بتاع الموسيقى جالك قبل ما تروحوا القاهرة ولا بعدها؟ لا، هو قبل ما اروح القاهره المخزون بتاعي من غير ما اشعر الموسيقى الشرقيه، لان كان والدي كظابط شرطه بيجيب كل يوم خميس المنشدين المقرئين ويعملوا ابتهالات دينيه في البيت، وما كانش الصالون ده بيخش الا انا اصغر اخواتي. كان عندي 4 سنين، ف يعني ممنوع حتى اخواتي كبار الرجاله ممنوع يخشوا. فكنت بسمع حاجات انا مش عارفها ومش فاهمها، انما هو ده اللي غرس فيا الجزء الشرقي بالذات. جينا القاهره بقى يعني كان عندي 5 سنين وكم شهر كده، وبدات بقى حياتي ان انا اجيب الصفاره من مصروفي والعب مزيكا، احاول اقلد اللي بيجي من الراديو، والعيله فرحانين بيا انا بعمل كده، وساعات يجيبوا الجيران عشان يسمعوني. يعني حاجات كده، كان في حاجات كده صغنطوط. يعني لحد ما بقى ايه، دخلت بقى المدرسه الابتدائي. وكان في حادثه في الدخول المدرسه الابتدائي بقى. ايه اللي حصل؟ كان ساعتها 6 سنين يعني. كان استاذ اسمه استاذ منصور صديق الاسره عندي، هو مدرس موسيقى في مدرسه، وكان بيجي بقى يتزاور معانا ومش عارف، صاحب اخويا قوي. فانا رحت المدرسه، دخلت، انا متخيل هلاقي الاستاذ منصور ده بتاع الموسيقى اللي اعرف انا بتاع الموسيقى، مفيش في مصر حد غير منصور. المهم دخلت قعدت في الفصل، فجاه ثالث يوم لقيت مدرس موسيقى تاني خالص. مش هو بيعلمنا مزيكا. انا اتخضيت، ايه ده؟ زعلت جدا طبعا. البيت سالت بقى اخويا، قلت له استاذ منصور بيشتغل فين؟ مدرسه ايه؟ قال لي مدرسه الوحده العربيه، قريبه من المدرسه اللي دخلتها. انا كنت في حسن المسرات، هي دي الوحده العربيه الصف الثاني يعني. بس ثاني يوم رحت رايح على الوحده العربيه لوحدك. لوحدي داخل كده مدرسه لوحدك. قعدت في الفصل، فكان لسه اول السنه، فحته الكنترول على التلاميذ لسه الكشوفات بتتغير، بيزيد حد بينقص يعني كذا. قعدت في الفصل 3 ايام تانيين، لقيت الاستاذ منصور داخل، بص لعيني استعجب، ايه ده؟ انت هنا ازاي؟ هم قدموا لك هنا؟ طب كويس والله. مش انا سكت. بس حضرتك كنت فاهم ساعتها انك عامل حاجه غلط ولا انت طبعًا مش فاهم؟ طبعا. بس مش حاسس ان يعني ايه، المدارس بتاعت ربنا كلها، اي مدرسه بتاعت اي حد، يعني مفيش كنترول قوي مش عارف ايه، ما دام بتعلم خلاص. ده وعي ساعتها يعني. بعد 15 يوم جه جواب من المدرسه على البيت، ابنكم متخلف ما بيجيش. غياب. غياب. بس والدتي بقى ازاي؟ انت بتروح فين؟ انت بتاخد شنطتك وبتنزل ومصروفك وتروح المدرسه، تروح فين؟ اتخضت. قلت لها والله العظيم بروح المدرسه. منين انا؟ قلت لها ما بروحش المدرسه اللي انت قدمتي لي فيها، بروح مدرسه الوحده العربيه اللي فيها الاستاذ منصور. مش تقول انت مش عارف ايه. المهم يعني راحت رايحه الست الوالده الله يرحمها مدرسه حسن المسرات، سحبت ورقي ووديته على ورق المدرسه الثانيه عشان استاذ منصور. عشان الاستاذ منصور. ايوه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.